الاعتراف بالحق مش مجرد فضيلة بس، لا ده بيعرفك حجمك ويعرفك الارض اللي انت واقف عليها عاملة ازاي ويعرفك طموحك عامل ازاي. مباراة صن داونز وبروسيا دورتموند اثبتت ان الاعلام المصري والاعلام العربي رأيه في الكرة الافريقية والكرة العربية كله غلط ومبني على مستوى النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي صرف مليارات على صفقات علشان يجهزها لكاس العالم للاندية ما اداش في الملعب، لا كان له شكل دفاعي ولا هجومي ولا حتى استحواذ على الكوره. في المقابل الوداد المغربي والترجي التونسي عملوا اداء افضل من النادي الاهلي وما صرفوش ربع الميزانيه اللي النادي الاهلي صرفها لتجهيزاته في كاس العالم للانديه. نيجي لمباراه النهارده، مباراه صن داونز وبروسيا دورتموند اللي انتهت بفوز بروسيا على صن داونز بأربعة مقابل 3 أهداف لصن داونز، بأداء متوقع من صن داونز ومتوقع من بروسيا. شفنا الأداء بتاع صن داونز اللي ما صرفش فلوس ولا عمل صفقات، نفس الأداء بتاعه في بطولة دوري أبطال أفريقيا قدام النادي الأهلي في مباراة الذهاب والعودة، هو برضو اللي عمله في مباراة بيراميدز في مباراة الذهاب وعودة، هو برضو اللي عمله في نفس المباراة بتاعت كاس العالم قدام بروسيا. المدير الفني عنده مشاكل في خط النص الدفاعي وفي دفاع صن داونز وبرضه ما بيعالجش النقطة دي. وكمان المدير الفني لصن داونز كان بيلعب النهارده من غير جناح يمين، كان بيلعب بالباك رايت في الجناح اليمين، الهاف اليمين نفس اللاعب. وبرغم ان اللاعب ادى اداء كويس انما في التحولات الهجومية طبيعي ووارد جدا ان ما يكونش في افضل حال لانه بيدافع وشايل الناحية اليمين لوحده ومؤدي فيها اداء مدافع محترم بالنسبة لاستخلاص الكورة، بالنسبة للضغط على المهاجم، بالنسبة لنقل الكورة من التلت الدفاعي بتاعه لنص ملعب فريقه او يرمي الكرة لقدام يعدي بها نص ملعب بروسيا دورتموند. النهارده عيب صن داونز في خط النص الدفاعي وفي خط الدفاع بتاعه اللي المشاكل بتاعته بتتكرر، غير الكارثة اللي حصلت من حارس مرمى صن داونز بيعمل كوارث غير طبيعية. انا مش هقول هو خد افضل حارس مرمى في افريقيا او افضل لاعب داخل قارة افريقيا ازاي، لان معروف الاتحاد الافريقي والجوائز دي بتتعمل ازاي. بس النهارده في مباراه المفروض صن داونز اقل واجب ان هو يطلع تعادل في المباراه. 7 اهداف في مباراه صن داونز وبروسيا دورتموند دليل ان صن داونز كان له تاثير في الملعب وكان له شكل في الملعب، كان له تكتيك، كان له اداء، كان له ضغط، كان له انتشار. ومشكله كبيره كمان كانت بتواجه صن داونز واللي اتكلمت عليها كتير هي الفينش قدام المرمى. ما عندهمش حته الفينش قدام المرمى، يا اما بيشوطوا بعيد عن الثلاث خشبات يا اما عايزين يدخلوا بالكره المرمى. الفينش بتاع فريق صن داونز قدام المرمى صفر. المفروض المدير الفني يلعب برضه على النقطه دي. المفروض انت مدير فني معاك فرقه بالكواليتي ده بيأدي الاداء ده في بطوله عالميه زي بطوله كاس العالم للانديه وقدام فرق من افضل فرق اوروبا، بروسيا طبعا حدث ولا حرج الكلام عليه، تطلع انت بالاداء ده، يبقى المفروض المشاكل البسيطه التكتيكيه اللي عندك دي تعالجها، خصوصا ان انت عندك لعيبه تقدر تنفذ التكتيك ده. وبدليل مش كلامي انا، ده بدليل ادائهم في الملعب، كانوا بيضغطوا على كل اللعيبه على كل الخطوط بتاعت بروسيا من اول الدفاع لخط النص، كانوا بيلعبوا مان تو مان وما كانوش الكره بتتقطع منهم بسهوله، كانوا بيضغطوا على هجوم بروسيا وبياخدوا منه الكوره عادي جدا. مفيش نسبه تفوق كبيره من بروسيا على صن داونز، بالعكس المباراه كانت متكافئه ما بين الاثنين. لولا غلطات حارس المرمى والكوارث الدفاعيه المعتاد عليها صن داونز كانت المباراة دي هتخرج بشكل افضل من اللي هي عليه، كانت هتكون بنتيجة ايجابية لصن داونز. اي نعم الاداء ده قدام الفرقة دي بالشكل ده، لا ده احنا الكرة الافريقية بخير، وبالنسبة للوداد وبالنسبة للترجي الكرة الافريقية بخير، بالنسبة للكرة العربية الكرة العربية بخير. باداء الهلال قدام ريال مدريد شفنا مباراة عالمية، شفنا مباراة من افضل فرق على مستوى العالم ريال مدريد والهلال. ده الاداء في الملعب، مش كلامي ولا تقييمي ولا تعظيمي للهلال. الهلال والترجي والوداد وصن داونز فرق عربيه وافريقيه شاركت في كاس العالم للانديه، ما عملوش معسكر قبل البطوله بشهر، ما كانش مع كل لاعب مايك من قناه فضائيه ملازماه 24 ساعه، اكل شرب دخل الحمام عمل اللي اي حد بيعمله، كانوا بينقلوا اخباره. واخيرا النادي الاهلي هل
بعد اللعيبه ما فكت عن نفسها كده ونزلت تعمل شوبينج النهارده في امريكا بعد الاداء الكارثي والفضايح والكوارث اللي حصلت واهدار سمعه الكره المصريه على المحافل الدوليه، هيأدوا في المباراه اللي جايه على الاقل يكون خروج مشرف، ولا هيكون خروج مشرف زي كل مره بيشاركوا فيها في كاس العالم للانديه؟